أهلا بيكم يا أصدقاء رشاشة النظام، يا كل واحدة فيكم بتتابعني في رحلتنا رشاشة الروقان ورحلتي مع الفايبر. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الألم الجسدي وضباب الفايبر وإزاي التنظيم كان بداية لروقان العقل. النهاردة هننقل الروقان ده لمساحتنا اللي بنعيش فيها وهو بيت، وإزاي ممكن بيتنا يكون ملاذنا الآمن حتى لو كنا بنعاني من التعب والألم. مش مشكلة، هنبدأ وهنقدر. صدقوني لما بتكوني بتعاني من الفايبرو، مجرد فكرة ترتيب البيت بس ممكن تكون كابوس. انا عارفه الالم والارهاق بيخلي ابسط المهام الجسديه صعبه جدا علينا. كنت طول الوقت ببص حواليا للفوضى وللبركشه، الغسيل اللي بيتراكم، الاطباق بالاكوام في الحوض، وكنت طول الوقت حاسه ان ده انعكاس كده للخبطه والالم اللي جوايا. والحقيقه الاحساس بالعجز ده كان بيزيد مع كل قطعه مش في مكانها. كنت بحس ان بيتي اللي المفروض يكون مكاني الامن واللي بقضي فيه وقت كبير جدا بسبب نوبات الاكتئاب بقى مصدر اضافي للضغط والتوتر. مجرد اني الاقي حاجه محتاجاها كان بيستهلك مني طاقه رهيبه يوميا. كنت بسال نفسي ازاي ممكن اعيش في مكان مريح وهادي وانا اصلا مش قادره حتى اقف على رجلي. ووقتها اتعلمت ان تنظيم البيت مش لازم يكون مهمه ضخمه ومستحيله، ممكن يكون سلسله من الخطوات الصغيره جدا اللي بتفرق مع الوقت في الاحساس العام بالروقان. ودلوقتي هشارك معاكم بعض روشتات الروقان اللي ساعدتني احول بيتي لملاذ امن ليا حتى في اصعب الايام. اولا ابدأي بخطوه واحده بس في اليوم. زي ما قلت في الحلقه الاولى، الخطوات الصغيره هي المفتاح. اختاري مكان واحد، درج، رف، او حتى جزء من السفره، رتبيه ونظفيه. الاحساس بالانجاز ده هيديكي دفعه ان انت تقومي وتكملي، بجد هيرفع من معنوياتك جدا. استخدمي المنظمات الذكيه، يعني زي المنظمات دي مثلا. إيه، مش لازم تشتري جديد. ممكن تستخدمي اي حاجه عندك. انا فتره استخدمت العلب بتاعت اللي هي الكوتشيات، حلوه جدا جدا. الهدف ان انت تلمي الحاجات اللي متبعتره في كل حته وتسهل عليكي ان انت تعرفي تلاقيها بسهوله وما تستهلكيش طاقه في انك تقعدي تدوري عليها. ثالثا بقى قاعده الدقيقه الواحده، ودي من القواعد اللي التزمت بيها جدا وانقذتني جدا الحقيقه. وهي ان لو في مهمه هتاخد مني دقيقه واحده كنت بعملها فورا. زي مثلا اني ارص الاطباق في غساله الاطباق، او حتى اغسلهم قبل ما اجيب الغساله ان انا اقف اغسلهم. إيه، لو بقرا في كتاب ان انا ارجع الكتاب ده مكانه، مش هحطه على السفره او البوفيه وكمان شويه اقول ان انا هحطه مكانه. المهام الصغيرة دي لما بتتراكم بتعمل فوضى وبركشة كبيرة جدا جدا. رابعا بقى التخلص من الفائض. كتير من الفوضى والبركشة حوالينا بسبب ان احنا عندنا حاجات كتيرة قوي احنا مش محتاجينها. عايزاكي تبدأي بدرج واحد او حتى رف واحد، افتحيه وامسكي قطعة قطعة فيه واسألي نفسك، هل انا محتاجاه ده فعلا؟ هل استخدمتيه مثلا في اخر 6 شهور؟ لو الاجابه لا، فكري تتخلصي منه، يا اما تتبرعي بيه او حتى تبيعيه او حتى ترميه لو هو خلاص ما عادش ينفع يستخدم تاني او اي حد يستخدمه. كل ما قلت الحاجات عندك كل ما كان التنظيم والترتيب مع الوقت بقى اسهل بكتير. خامسا بقى تفويض المهام. يعني ايه؟ يعني لو عندك اطفال او زوج متعاون اطلبي منه المساعده، مش عيب ابدا انك تطلبي المساعده وخاصه في وقت الهجمات الشديده. علمي دايما اولادك يرتبوا العابهم، يحطوا هدومهم المتوسخه مثلا في باسكت الغسيل، او يحضروا فطار لنفسهم لو سنهم يسمح بده، وهكذا في المهام اللي يقدروا يعملوها. وانتي تشيلي حمل من على نفسك. عايزاكي تعلمي ولادك دايما ان البيت مسؤوليه مشتركه وبنعيش فيه سوا، ونظافته وتنظيمه هي مسؤوليه الكل مش مسؤوليتك لوحدك. طيب سادسا التركيز على المناطق الحيويه. مش لازم البيت كله يكون مثالي، ركزي على الاماكن اللي بتقضوا فيها وقت طويل، مثلا لو غرفه النوم او حتى الصالون وات ايفر انتوا بتقضوا معظم وقتكم في ايه. المهم لما بيتك يكون مرتب ومنظم، ده مش بيوفر بس عليكي مجهود بدني في التنظيف والترتيب، ده كمان بيوفر عليكي مجهود ذهني ونفسي. يعني بجد حقيقي بيقلل التوتر جدا، بيخليكي تحسي بالهدوء وبيساعدك ترتاحي بشكل افضل، لان بيتك وقتها بيتحول لملاذ حقيقي ليكي، مكان تقدري تستمدوا منه الطاقة والروقان بدل ما يكون مصدر إرهاق إضافي. التنظيم ده مش رفاهية، ده جزء أساسي من رشادة الروقان للتعامل مع الفايبرو، لأنه بيساعدك تحسي بالسيطرة حتى لو كانت السيطرة دي على مساحة صغيرة قوي في بيتك.
وكل خطوة بتعمليها حتى لو كانت بسيطة هي خطوة في طريق التعافي والروقان التام. قولوا لي انتوا بقى ايه اكتر منطقة في بيتكم بتحسوا انها محتاجة روشتة نظام، وايه هي الخطوة الصغيرة اللي هتبدأوا بيها النهاردة علشان تحولوا بيتكم لملاذ آمن. عايزاكم تشاركوني في التعليقات تحت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل حلقات روشتة الروقان الجديدة، واشوفكم في الحلقة اللي جاية. وخليكم فاكرين دايما ان روشتة النظام مش بس للبيت، دي روشتة لحياة اهدى ومخ ابرد حتى مع اصعب التحديات اللي بتقابلنا في حياتنا. ومع السلامة.